تفاصيل الحكم على مريم الدباغ في قضية حنان العش شوهت سمعة إعلامية. أهلا بكم متابعين قناة سيف ترند. طبعا تزامنا مع الحكم على الممثلة مريم الدباغ من قبل المحكمة التونسية، زاد البحث عن تفاصيل الحكم اللي تم على الممثلة التونسية، وده بسبب قضية الإساءة والسب على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حلقة النهاردة هنستعرض مع حضراتكم تفاصيل الحكم على مريم الدباغ في قضية حنان العش. طبعا أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الأسبوع اللي فات بحبس الممثلة مريم الدباغ وإحالتها لمحكمة الجنح، وده بسبب القضية اللي فيها سب وإساءة اللي نزلتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، وده بسبب دعوة قدمتها الإعلامية حنان العش. طبعا وصل الحكم في قضية مريم الدباغ للسجن لمدة 4 شهور، وده بسبب إدانتها بالإساءة للإعلامية حنان العش على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدأت قصة مريم الدباغ لما بدأت تتهم الإعلامية وصناعة المحتوى حنان العش في أخلاقها وكمان عن مصدر ثروتها. وبعد الاتهام ده ردت الإعلامية وصناعة المحتوى التونسية حنان العش عليها بسرعة من خلال مداخلة هاتفية، وقالت لها: لقد تم الذم في عرضي دون النظر لتأثير ذلك على ابني أو تضرر ابني كثيرا من كلام مريم الدباغ في مدرسته، لذلك رفعت عليها قضية بتهمة السب والقذف. ومريم الدباغ هي ممثلة تونسية بتحمل جنسيتين، التونسية والبريطانية، واتولدت في 14 مايو 1986. درست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في انجلترا، وبعد كده توجهت للتدريب في دراسة الأزياء في ميلانو. وقبل ما تدخل عالم الأزياء بدأت تدخل جيش الجو البريطاني، لكنها فضلت بعد كده ان هي تغير تخصصها ودراسة الموضة في ايطاليا.